السلام عليكم. إذا كان أي شخص عنده أيباد زي كذا وعنده أطفال في البيت فلازم وضروري يعمل له كفر زي الناس. طبعا هذه الكفرات اللي زي كذا شنطة ما تنفع، هذه كما تشاهدون شنطة. الشنطة هذه ما تنفع لأنه الأطفال دائما يعبثوا في الجهاز وأحيان كثيرة يطيحوه، عشان كذا زي كذا مرة ما تنفع. هذا طبعا بتنفعك في حالة إنك تستخدمه لحالك من غير ما يكون فيه أطفال أو إنه ما هو معرض للسقوط. لكن إذا كان في أطفال في البيت أو معرض للسقوط لازم تحتاج له كفر زي الناس. دعوني اليوم أجيب لكم أفضل كفر قمت بطلبه مقاوم للصدمات. طبعا أنا دائما من نفس الشركة هذه أطلب عدة مرات. طبعا الكفر من هنا مخصص في مكان للقلم، هذا المكان الفاضي مكان للقلم، أما هنا كله خلاص مليان. طبعا كما تشاهدون الكفر الآن متركب. الشاشة بتكون هنا داخلة كثير كما تشاهدون، أقوم بإطفاء الشاشة. هنا كما تشاهدون الشاشة تكون داخلة هنا. إذا جاء الشاشة كذا في الطاح ولا شيء ما بتوصل الشاشة. طبعا هذا ما هو ضد الكسر، إذا جت الضربة هنا بتنكسر، لكن هذا إذا طاح ولا شيء يمتص الصدمة، يبعد الشاشة عن الأرض، إذا طاح ما توصل مباشرة على الشاشة. وغير كذا عنده حمالة زي كذا وتكاية، نستطيع يا إما نحمل فيها يا إما نستخدمها كتكاية عادية. طبعا من العيوب للكفر هذا انه يخلي الايباد ضخم، لكن هذه حماية جدا ممتازة ولازم تقتنيها. كما تشاهدون هو ضخم ليش؟ لانه الايباد بيكون في الوسط، وهذه جلدة، اذا انصدم ولا شيء هذه تمتص الصدمات. وغير كذا عنده هذه التكاية، كما تشاهدون التكاية مرة ممتازة ونستطيع استخدامها كمحمل نحمل فيها. وغير كذا هنا عندي مكان القلم برضو، لانه رفع الجهة هذه عشان القلم، هذه المنطقة الزايدة اللي هنا علشان القلم. هنا كما تشاهدون الايباد لعند الكاميرا، وهذا المكان فاضي، هذا المكان فاضي عشان زيادة عشان القلم فقط. كما تشاهدون الان عندي جدا ممتاز الحماية هذه، استطيع الركون عليها لانه اذا طاح ولا شيء خلاص اركن انه ما بيصير له شيء. وغير كذا انه استطيع استخدامه براحة وبكل سهولة، واستطيع حمله طبعا لانه في الاول ما كنت استطيع احمله. هذه طبعا حمالة، كما تشاهدون استخدامها جدا سهل بهذه الطريقة.